منورانا. اهلا بيكي. اهلا بيكي. بما انك النهارده كنت في ايفنت مهم زي ده، وطبعا بيحضروا نخبه كبيره ومهمه في القطاع التجاري، قولي لي ايه اللي تم مناقشته اليوم او ايه الجديد في المؤتمر؟ والله هو يعني النقطة المحورية اللي كلنا بندور حواليها هو ان احنا نطرح حلول للفترة الحالية للسوق العقاري، لانه المشاريع او المناطق بشكل عام بقت كتيرة جدا. يعني مثلا احنا كنا زمان بنشتغل تجمع خامس، بس دلوقتي بقى فيه تجمع خامس ومثلث امل وتجمع سادس. الموضوع بقى كبير يعني. العاصمة طبعا بقت متشعبة جدا، الساحل بقى متشعب جدا، حتى الجزء بتاع اكتوبر وزايد كان محدود، دلوقتي لا بقى في حزام اخضر وفي اكستنشنز كتيرة جدا. ف والبيمنتس بقت على 17 و18 سنه، المقدمات وصلت ل 1%. فاصبح ان احنا محتاجين دايما نبقى في مؤتمرات كبيره زي دي، نطرح حلول ونسمع افكار ونعمل ريفرشمنت لدماغنا، لان برضو الشغل الكتير بيخلينا بننفذ اكتر يعني. فطبعا وجودنا في حاجات زي كده بيخلينا ايه نريستارت او نراجع معلوماتنا تاني يعني انت شايفه من وجهه نظرك ان تبادل وجهات النظر وحضور المؤتمرات بيطرح فعلا وبيطور حاجات جديده جدا ومهمه؟ طبعا. بدليل الجديد اللي انت بتشرحيه النهارده في المؤتمر. طيب قولي لي ايه الجديد عموما في السوق العقاري؟ والله انا بشوف ان احنا طريقه شغلنا في ايديا اساسا هي جديده شويه، لانه السوق مش متعود على الفكره بتاعت ايديا جروب. خليني اقولها لك سريعا كده. احنا ايديا جروب يعني هي شركه ماركتنج ايجنسي في الاساس، اللي بدات من 2007 في تواجد صاحبها احمد سامي. وانا كنت سيلز بالتدرج الوظيفي بتاعي من 2010 لحد تقريبا 2015 ما وصلت سيلز مانجر. وبعدين لما ظهرت العاصمه في 2016 وبدات، يعني كان اول مشروع بصراحه الا كابيتال بتاع شركه بيراميدز ديفلوبمنتس. كان لسه السوق مش متعود على العاصمه، متخوف السيلز، يعني مش بتكلم على العميل، بتكلم على السيلز ان هو يروح ينقل شغله من التجمع او من يروح العاصمه. فكان المطور في العاصمه الاداريه بيجد صعوبه في ان هو يجد سيلز كويس، ماركتير كويس. فجت فكره من هنا ان ايديا طرحت حاجه اسمها فول مانجمنت سولوشن، ان احنا نروح لمطور عقاري نقول له بص انت هتقعد في اوضه ازاز تتفرج علينا، انت كل المطلوب منك انا هجيب لك السيلز، انا هجيب لك الماركتنج، انا هجيب لك الاوبريشن الفاينانس. هو هتجيبي له كل حاجه هو اوريدي متعطل عليها. انا بقعد معاه ميتنج، بقول له انت عايز تبيع المشروع في وقت قد ايه بنسب قد ايه، وطبعا بنقول له الصح والريكومنديشن بتاعنا، وبنتفق على ارقام في جدول زمني محدد، نمضي بروتوكول على الارقام في الجدول دوت، ونبدا ان احنا ننزل احنا بالبروجكت. هو بيبقى سوبرفايز او بيديرنا او بيراجع علينا طول الوقت، واحنا اللي بنبقى شايلين كل حاجه.